هلو يا حبايبنا، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله فيديو جديد في سلسله English from scratch. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده. ايه هي الحاجه الجديده اللي انا عايز اتكلم عنها؟ انا عايز اقول ده الماركر. لو ده مثلا ماركر قلم سبوره، عايز اقول الماركر ده بتاعي، فاقول ايه؟ my marker. طب لو عايز اقول الماركر ده بتاعها هقول ايه؟ وقف الفيديو فكر فيها كده قبل انا هقول her marker. طب عايز اقول ده ماركر ده بتاعه، his marker بتاعنا كلنا، بتاع المكان كله، يبقى our marker. طيب هي my وhis وhere وour ويور، الحاجات دي بيبقى اسمها ايه؟ الحاجات دي كلها اسمها possessive adjectives. يعني ايه بقى؟ يعني صفات ملكية. طب يعني ايه يا مستر صفات ملكية؟ شغل دماغك، خمن كده المعنى ده. يعني ايه صفات ملكية؟ هي كلمة بتوصف الحاجة، بتعرفني الحاجة دي بتاعت مين. بتاعتي، قلمي، قلمها، قلمنا، قلمكم، بتعرفني بس. تعتبر زي ايه؟ اضافة كده في الكلمة، بتعرفني الحاجة دي بس بتاعت مين بس. شكرا، دي وظيفتها ان هي بتعرفني الحاجة دي بتاعت مين. طيب تعالى كده مستر قولهم لي بالترتيب عشان اعرف اذاكرهم. بص، احنا عندنا الاول السبجكت بروناونز، ضمائر الفعل اللي هم الاي، اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت. هم والاوبجكت بروناونز ضمائر المفعول. لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات ارجع اتفرج عليه. الاي والوي واليو والذي والشي والهي والات، دول كده اسمهم ايه؟ subject pronouns، ضمائر فاعل. طيب انا بقى عايز اتكلم عن البوسيسيف ادجكتيفز. يعني ايه يا مستر البوسيسيف ادجكتيفز اللي انت لسه قايلها دي؟ يعني صفات الملكيه. طب هو بتتنطق ازاي؟ معلش يا مستر عشان عايز اسالك عن الموضوع ده. نطق بوسيسيف 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 بوسيسيف. اوكي، بوسيسيف ادجكتيفز يعني صفات الملكيه. طيب صفه الملكيه من الاي يا مستر ماي. طب والوي اور. طب واليو يور. they their. اكتب ورايا. she here he his it its. طب مستر ما ينفعش نخلي الات دي تبقى الات، تبقى الاتس تبقى ات، هيبقى شكلها احلى؟ لا ما ينفعش. طب الماي دي ما ينفعش نزود لها حاجه ننقص منها حاجه نخليها مي مثلا؟ لا، مي دي ضمير مفعول، الفيديو اللي فات اتكلمنا عنه، ليها وظيفه بتحل محل مفعول، انما دي صفه ملكيه. طيب سهل لي الموضوع شويه يا مستر عشان يبقى اعرفها على طول، اجيبها وهي طايره كده. هسهلها لك. صفات الملكيه دي دايما هتلاقي وراها نون، بيجي وراها اسم. فلما اقول لك مثلا our room، غرفتنا، their book، كتابهم، her car، عربيتها، his dog، الكلب بتاعه. بتكلم مثلا عن ثلاجه او غساله بقول لك it's guide book، يعني الكتاب الاسترشادي اللي بيبقى جاي معاها دي ازاي نستخدمها. بتكلم عن ثلاجه او غساله، او بتكلم عن قطه او كلب بقول لك اللبن الكلب اتس ميلك. دي اسمها صفات الملكيه. وظيفتها يا مستر، وظيفتها ان هي بتعرفني الحاجه دي بتاعت مين. فانا مثلا تعالى بكل بساطه عايز اقول لك عربيتي ماي كار. طب عايز اقول لك اهو كلمه كار اهي هنثبتها. عايز اقول لك عربيتي ماي كار. عايز اقول لك عربيتها هير كار. طب عايز اقول لك عربيته هو، هي صفة الملكية من الهي، his car. عربيتنا احنا كلنا يبقى our car. عربيتك انت او عربيتكم انت او انتم يبقى your car. عايز اقول مثلا for example، عايز اقول كتابي انا يبقى my book. عايز اقول كتابنا يبقى our book. عايز اقول كتابك او كتابك او كتابكم your book. كتابهم يبقى their book. عايز اقول كتابها her book. كتاب صديقي his book. او عايز اقول مثلا زي ما قلت لك كتاب الثلاجه او الغساله its book. تمام، يبقى دي صفات الملكيه بكل بساطه، ان انا بستخدمها لازما هيجي وراها نون. الحته دي لازم تبقى عارفها لي كده، ان هي دايما هيجي وراها اسم. طيب وظيفتها ايه؟ بتعرفني ايه الحاجه دي بتاعت مين، ملك مين. طيب زي الفل. تعالى كده نروح نحل عليها.
This is my uncle's dog. الكلب ده بتاع my uncle. It's space dog. ده كلب مين؟ كلب هو هي. صفة الملكية من هي أنا كتبتهم في النوت بوك. بص كده في النوت بوك اللي هي صفة الملكية كانت منها إيه؟ his. These are my sister's dolls. يعني dolls اللي هي عروسة أو لعبة. These are دي عرايس اخواتي. خد بالك sisters دي اخوات جمع، فاخواتي البنتين دول الجمع دول هياخدوا زي. اتفرج على الفيديو اللي فات لو ما كنتش اتفرجت عليه زي عشان تعرف هما ليه زي. طب صفة الملكية من زي them. This is my father's wallet. دي محفظة بابايا. It's wallet. دي محفظة مين؟ دي محفظته هو. بابايا ده بياخد he. صفة الملكية من he his. Thank you. These are Mary's clothes. دي ملابس ماري. They are clothes. دي تكون ملابسها. ملابس مين؟ ملابس ماري. ماري دي بتاخد she. صفة الملكية من she here. لازم اكون طبعا حافظ كل subject pronoun، كل ضمير فاعل ايه البوسيسيف adjective بتاعته، ايه صفة الملكية بتاعته. الاي my، اليو your، they their، she her، he his، it its. طيب that is the dog's bone. دي عظمة الكلب. العظمة اللي مع الكلب دي اللي بنشوفها في توم وجيري دي العظمة بتاعته. فبقول لك it's bone، عايز اقول ده عظمته. عظمة مين؟ لا مؤاخذة كلب it. صفة الملكية من it it's. Thank you. Those are my horses. هي اللي هو القش. Those are ده القش بتاع الحصانة بتاعتي، فده يكون قش مين؟ قشهم هم. قش مين؟ هم مين؟ الحصانة ده هتاخد ايه؟ جمع غير عاقل هاخد زي. طب صفة الملكية من زي them. Thank you. That is my brother's room. دي غرفة صديقي. That is room. دي غرفة أخويا. ثانية أنا ما خدتش بالي. بص مهم جدا أنت تاخد بالك من دي، هنبقى نشرحها في فيديو تاني. دي اسمها apostrophe s الملكية. خد بالك my brothers دي معناها إخوات مش أخ واحد. لو كانت غرفة أخويا كان هيكتب لي كده brothers وبعدين يحط لي apostrophe s اهو. ده كده معناه اخ واحد. my brother's room يعني دي غرفة اخويا. brothers room غرفة اخويا دي اسمها apostrophe s البوزيشن الملكية. انما هنا دي brothers الابوستروفي في الاخر كده. دي هنبقى نتكلم عنها في فيديو تاني ان شاء الله. ما تنساش ان انت تعمل لنا سبسكرايب فولو، تعمل لنا كومنت ولايك عشان تعرف الفيديوهات الجاية. brothers دي معناها اخوات. المهم يعني احنا قلنا هنناقشها في فيديو تاني. فاخوات دي بياخدوا زي. صفة الملكية من زي هتبقى them. تمام. يبقى انا اتكلمت عن صفات الملكية وعرفت ان هي بتعرفني الحاجة دي بتاعت مين، ملكه بتاعتي مثلا كتابي قلمي كراستي هكذا. وعرفت ان دايما بيجي وراها الاسم اللي هي زي ما بنقول بالعربي كتابي، فانا بذكر الكتاب. قلمي بذكر القلم. عربيتي بذكر العربية. بذكر الحاجة بذكر الاسم. النعم. تمام. لازم ان انت تكون كتبت الحاجة دي. نحاول نحل عليها اكتر. That's it for today. We see you next video ان شاء الله. ما تنساش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية. That's it. باي باي.